السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ شيزان جديد. دلوقتي هعمل معاكم أحلى خضار في الشتاء يدفي أولادنا ويدفينا، وعالي جدا بالقيمة الغذائية وبالأنيميا. ولازما لازما لازما ولادنا لو على الأقل مرة في الأسبوع، لأن ده مفيد جدا لولادنا. هعمل معاكم السبانخ، فاكهة الشتاء، الخضار الجميل المفيد والغني بالقيمة الغذائية والعناصر الغذائية، والغني جدا جدا بالحديد. دلوقتي عندي حوالي، ويسعدني كتير جدا جدا، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب كل حاجة هقدمها تعجبكم. ونبدأ كده، ولو لسه أول مرة ما تشوفتنيش لازم تدعميني بعد إذنك بلايك واشتراك، ويشرفني جدا جدا اشتراكك معايا في القناة. ودلوقتي هعمل معاكم ودعوة كويسة منك، ويا رب نول اعجابكم. عندي هنا حوالي كيلو سبانخ غسلتهم كويس. اهم حاجة السبانخ يا جماعة تتغسل كويس قبل التقطيع. تنزلي منها التراب، تغسليها مرة واتنين وتلاتة لغاية المية بتاعتها ما تكون نظيفة جدا، وما يكونش فيها رواسب من تراب او الحاجات اللي بتبقى متعلقة فيها. هنا كده هحط الجزر على بعضه. واحلى سبانخ تاكليها في الشتاء في شهر 12. لو عايزة تخزنيها بتخزنيها في شهر 12. هنا هقطعها واحطها في مصفى. وممكن لو وفي نوع من السبانخ بيبقى الجذر بتاعه احمر، ده بيبقى مسكر جدا، ده بتقطعيه وتغسليه كويس وتكحتيه من البتاع القشر بتاعه كده، تشيليه وتشيلي منه الشعيرات اللي بتبقى فيه في الجذر، اللي بيبقى فيه النسائر كده زي الجذر الرفيع ده. وتحطيه مع السبانخ، بيبقى بيديها طعم مسكر، بس اللي هي بتكون حمرا، انما دي بيضة. تمام كده. خطوة بخطوة وسهلة جدا. وممكن كمان تضيفي لها معلقتين رز، بس احنا بنعملها من غير رز. كده هقطعها كويس، وبعد ما اقطعها هسيبها في مصفى واحضر وعندي هنا نص حزمة كزبرة مع شبت هقطعها رفيع. معلش اسفة صوتي رايح شوية. الحمد لله خير. يا رب يا رب كل حاجة اقدمها تنول اعجابكم. انا ما بصورش فيديوهات كتيرة معلش، وفي حاجات كتيرة ما بقدمهاش، بس يا رب ان شاء الله ان شاء الله استمروا معاكم ونول اعجابكم كل حاجة اقدمها لكم. ويا رب الكل يستفيد. كده عندي بصلتين متوسطين قطعتهم، وعندي نص كيلو طماطم عصرتهم تضربيهم في الخلاط. هنا عندي معلقة توم، وعندي زيت، وعندي الخضرة اللي هي نص معلقة، نص حزمة شبت ونص حزمة كزبرة. عندي هنا نزلت بالبصلة مع زيت، اي مادة دهنية متوفرة عندك، بس ما تنزليش بالزبدة على طول لان الزبدة بتتحرق وتمرر معاكي. تديها معلقتين زيت وبعدين تنزلي بالزبدة، وبعدين البصلة تاخد معاكي اللون الفضي، قلبيها شوية كده حوالي 3 دقايق تاخد اللون الفضي، ما تاخدش معاكي لون، لان كل ما تسبكي البصل وياخد لون معاكي البني ده بيدي تسبيكة زيادة فبيتعب في الهضم. فانا نزلت بمعلقه الثوم بعد ما البصله خدت اللون الفضي كده تاخد لون معايا، ونزلت معاها بمعلقه كزبره ناشفه هتاخد اللون الذهبي. الثوم هتاخد معايا اللون الذهبي. لو انت عايزه تضيفي صلصه بتضيفيها بعد ما الثوم تاخد معاكي لون ذهبي، بس انا ما ضفتش صلصه لان الطماطم دلوقتي مسكره وفي نفس الوقت لونها جميل ونضيفه وما شاء الله حمرا. مش محتاجة ان انا اضيف. ثم ان السبانخ هنا هنزل بالصلصة اللي هو عصير الطماطم حوالي نص كيلو. هو عموما هنا عندي توابل 7، وضفت كمون، معلقة كمون وفلفل اسود مش اكتر من كده. وبتضيفي لها كمان الملح بيكون اخر حاجة، لان السبانخ بتبقى مالحة، عناصر غنية بالعناصر الغذائية، الحديد والاملاح المعدنية، فما بتحتاجش معاكي ملح كتير. بتقللي الملح جدا وتديها معلقة سكر او نص معلقة سكر.
بعد كده هتاخد غالية معايا وانزل عليها بالسبانخ. ولو انت عايزة تضيفي معلقة رز بتسيبيها تاخد غليتين معاكي في الصلصة، بتغسليهم كويس معلقتين، يعني حوالي 50 جرام رز ابيض مغسول كويس، وبتنزليه مع الصلصة بتاخد غالية معاكي غليتين لغاية ما تقصر. وبعد كده ايه تضيفي السبانخ. بس انا هنا ما ضفتش رز، انا عملتها من غير حاجة، عملتها بلحمة. اول ما تنزل معايا تهبط معايا كده وتنزل، هنزل بباقي الكزبرة ويقلبها كويس تقليبة خفيفة كده. وهي اصلا من الخضروات الورقية فبتهبط وتعمل عصارة. ما تزوديش ماجي ولا تزودي شوربة الا لما تأثر معايا وتنزل معايا. بصوا انا كده ما زودتهاش اي حاجة، بس هنزل عليها باللحمة بس. وبعدين تاخد غالية معايا، هي اللحمة كده كده مسلوقة، يا دوب بس تاخد الطعم. معلش هنا عندي مقطع، هنا التليفون قلب معايا فالصورة مش واضحة. هنا نزلت باللحمة اللي انا سلقتها، ممكن تعمليها باللحمة المفرومة بس احنا بنحبها عموما باللحمة. تسلقيها وبعدين تنزلي بيها بعد ما تتسلق. بعد كده هتاخد غالية معايا. وعملت معاكم احلى سبانخ في الشتاء. ويا رب يا رب كل حاجة تنول اعجابكم. ولسه ما دعمتنيش بلايك ودعوة كويسة، يا ربي تدينا كده دعوة كويسة ويشرفني جدا 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 اشتراكك معايا في القناة. واحلى سبانخ. وعملت معاها رز بالشعرية، انا عامله رز بالشعرية قبل كده عندي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وعملت في سلامة ودعوات